كلنا سمعنا في رمضان مسلسل حكاية نرجس. كان مسلسل حلو وعمل مشاهدات كتير، بس هل يا ترى حد فينا يعرف القصة الحقيقية وراء المسلسل ده؟ دي القصة الحقيقية والمأساوية اللي اتعمل منها مسلسل حكاية نرجس، واللي معروفة في الإعلام بقصة الشيطانة عزيزة، أخطر خطافة عيال في مصر. عزيزة دي كانت ست متجوزة، بس للأسف ما بتخلفش. أهل جوزها الأولاني كانوا دايما بيعايروها ويتنمروا عليها، وده عمل لها عقدة نفسية ومشاكل كتير انتهت بطلاقها. بعدين اتجوزت راجل تاني حبها، ورغم ان اهله حذروه وقالوا له دي ما بتخلفش، بس صمم يتجوزها. عزيزة بقى طلبت من جوزها الجديد ده انه يساعدها في خطة شيطانية عشان ترد على كل الناس اللي عايروها وتثبت لهم انها بتخلف. خطة في منتهى الخبث. عزيزة بدأت تمثل على الناس انها حامل، وكانت بتحط قماش على بطنها، وكل شهر تزود القماش ده علشان توهم الجيران ان بطنها بتكبر بجد. ولما جه وقت التنفيذ عملت كوارث. مثلت انها موظفة تبع وزارة الصحة، ودخلت حضانة وخطفت عيل منها. رجعت البيت بالليل وفضلت تصوت وتعمل حوار على الجيران انها بتولد وكده، وسمت الولد ده اسلام. الموضوع عجبها وحست ان عقدتها بتتحل، فما اكتفتش بواحد. لفت في الاسواق لحد ما لقيت ست غلبانة معاها عيل لسه مولود. ضحكت عليها وقالت لها ان انا من التأمينات جاي اصرف لك اعانة ب100 جنيه. ولما خلت الست تدخل عشان تجيب شهادة الميلاد، عزيزة خطفت العيل في ثواني وهربت. المرة دي باعت بيتها وراحت عاشت في العريش عشان تبعد عن الشبهات وتبدأ على نظافة. وهناك دخلت وحدة صحية وخطفت طفل تالت. بالصدفة لعبت دورها في العريش لما قابلت بالصدفة ست من معارفها القدام اسمها شمعة. شمعة دي كانت عارفة ان عزيزة ما بتخلفش، فاستغربت جدا لما شافتها معاها 3 عيال في وقت قصير. شكت فيها وخافت على اهالي العيال دي، فراحت بلغت البوليس. البوليس عمل كبسة على عزيزة، ولما حققوا معاها هي وجوزها اعترفوا ورجعوا الطفلين هشام ومحمد. بس الغريب بقى انها رفضت تماما وبكل عناد انها تقول مين اهل اسلام. عزيزة خدت 7 سنين سجن وجوزها 5. اما الطفل اسلام فظهر راجل اسمه الحاج جمعة، قدم ورق وقال ان ده ابنه اللي اتخطف في نفس الوقت، والشرطة سلمته له وعاش معاه 22 سنة. اسلام شاف ايام صعبة وأسوأ من الحاج جمعة، وده خلاه يستغرب ويشك في الموضوع. وفي 2014 أصر يعمل تحليل DNA، وكانت الصدمة الحاج جمعة مش أبوه. إسلام بدأ يلف على القنوات والبرامج عشان يدور على أهله، وفي الآخر وصل لمكان عزيزة اللي كان جالها سرطان وقتها. راح لها الشقة يترجاها تقول له مين أهله الحقيقيين وتريح قلبه، بس هي أصرت ما تقولش وقالت له أنا أمك اللي ربيتك. وفي مشهد مرعب وهم بيتكلموا طلعت من البلكونة وانتحرت وماتت في الحال، وخدت سر إسلام معاها للقبر. وبس كده، دي نهاية قصتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.